نبداو بالسي علي بن شيخ. هل نسيان العناصر الوطنيه للهزيمه امام الارجنتين، هزيمه ثقيله 3-0، يكون مباشره بعد اللقاء 24 ساعه بعد اللقاء، ام ان المباراه هذه راح تبقى في الاذهان الى غايه لقاء الاردن؟ يعني دائما اللاعبين يبقاو يعيشوا هذه المباراه ويحاولوا امام الاردن انهم يفاصيوا هذا ليبيزود، هذه الحلقه من المسلسل، ولا كيفاش كومون جيري هكذا كيكونوا ايام شويه طويله ما بين لقاء الارجنتين والان لقاء الاردن. على كل حال هذا الدور تاع المدرب، الستاف تاعو هما اللي يجتمعوا ويتكلموا مع اللاعبين باش ينساو المقابله تاع الارجنتين، لان المقابله هذيك انا نظن ما شكيتش ليستوار تاع ليكيب ناسيونال لعبنا مقابله كيما هاديه، ما شكيتش، لان خليناهم يلعبوا كيما يحبوا، ما شفتش ميم با لا غرينتا هذيك لاغريسيفيتي. الور كو لو كان كومباريو هذه اونتر اوتر كومباريو السعوديه مع الارجنتين في القطر الكوب دي اللي فاتوا، شفنا كيفاش القباحه كانوا قباح سعوديين وداروا المجهود تاعهم، وما مع ميسي كان هذاك الجوار اسمه كان اغريسيف معاه. احنا كانوا تالمون جونتي شغل كل واحده ومدهوش، وهذه نظن دوك المدرب يتكلم معاهم باش ينساوها، ولازم ينساوها، لا خاطرش هنا سي توت ان بوبل اللي راه يستنى فيهم ضد لا جورداني، باسكو ضد لا جورداني با ديكسكيوز، احنا اقوى من الاردن، لا واجب على اللاعبين يربحوا دركا ويربحوا نورمالمون افيك لاري لا مانيير، خاطرش احنا اقوى منهم. من الناس اللي كنت حاضر في كأس العرب وشاهدت المنتخب الاردني عن قرب بدون بعض النجوم، من بينهم اللاعب تاعو، عندهم لاعب يساري هذاك يلعب فيران، لاعب متميز يلعب بين الخطوط، وشفنا حتى في اللقاء امام النمسا من احسن اللاعبين. هل هذا المنتخب اللي عنده قوه بدنيه كبيره ويربح لي ديال ويلعب بجرينتا، وايضا من الناحيه الدفاعيه يعني حتى تلقى 3 اهداف، ولكن شفنا الطريقه يتلقى بهم الاهداف امام النمسا، هل هذا المنتخب صحيح على الورق الجزائر احسن منه، ما عندوش دي ديفايونس وين المنتخب تاعنا بالنظر للاسماء اللي عندنا بامكانها من المفروض انها تتجاوزه، او تبقى على ما قلته بعد لقاءات كأس العرب بانه منتخب علينا الحذر منه؟ بيسر هذه قلتها كي جينا من قطر في جونفي تكلمنا على هذا الشيء، ولكن ما كاش فريق اللي ما عندوش بار مومون دي بوان فابل، ما كاش. ما علينا ان احنا نلعبوا كرة القدم كي تكون عندنا نلعبوا كرة القدم ونطبقوا لي كونسين تاع المدرب ونلعبوا كرة القدم باش نروحوا نسجلوا ونربحوا. مي كي تروح لك الكرة تعاود تنظم روحك كيما يلزم الحال، ما تخليش لي زيسباس وانت توري لهم، انت تكون نقول لك حتى نروح ان بو بلو لوان تكون قبيح عليهم، لان انت لازم تو دوا تيمبوزي. انت الارجنتين شامبيون دي موند، داو 3 كوب دي موند، داو الكوبا، عندهم كل شيء، بصح في الملعب ما سمحلكش خويا، مي كانوا قباح. حب يقول لي اي كيما واحد صغير كدا يحب يتهضز معك، تقول له ريح ترونكيل، انا هو الارجنتين هكذاك حنا نديروا لا ميم زوز، حنا نكونوا كانا دور معاهم، بصح كي يعطيك الصحه توري شخصيتك، وفي الملعب توري كانا شخصيتك باللعب. يفو كل شاك جوار، واش كنت نقول لك قبل لي ماتش كاع، كنت نقول لك كون ديروا فيش تكنيك تاع شاك جوار، هكذا كنت تقول لهم الخضر تاع لو روندمون تاع شاك جوار باش كي يخلص المونديال توريوها للشعب. قال هذا ها او ماشي خلاص المونديال ايماجين جوزو اكوتي سمحوا لنا، لا انا ما نسامحش. كيف تسامح هذا؟ كيف تسامح هذا؟ تلعبوا في سيرتان كلوب فوزات بيان ريمينيري، كل شيء عندكم وكذا، لازم تكونوا في المستوى، ولا ما تجوش مع لا جورداني. انا شخصيا انا ما نسامحش. انا تقولوا اسمح لعب 45 مليون تسمح لك، انا ما نسمح، انا لان انا فوتبالور نعرف كيفاش يعني كاين كل الامكانيات باش تجوز.
عندك كامل الامكانيات. ما نجمش نقول لك انا سامح لي انايا نسمح لك تربح مع لا جورداني تجوز دوزيام تور، ومن بعد ولا تيريميني طحت مع ايكيب غانا بلي فورت ولا الميريتي تغاني وانت تدخل للدار، واش عليه؟ احنا نقول لكم تبارك الله فيكم، هذا هو الفوتبول يا اخي. سيتو باسكو الهدف ولا شفيت قلتها لكم. قلت الهدف ليس لقاء الارجنتين. يعطيك الصحه. انتم هنا قاعدين الناس قاعده والله غير شي دهش، الناس قاعده تقول شحال نديروا نربحوا واحد 2-0 واحد ماتش نيل. سي ماتش دو فوتبول. لا 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 ماتش دو فوتبول. هنا كي تقول نربح الارجنتين 2-1 ما احترمتهمش. مانيش نهضر على الشعب برا، نهضر حنا الناس اللي تعرف كرة القدم. انا ما نجمش نقول لك نربح 2-1 ولا 2-0 نروح نلعب بار سبورتيف ولا نقول لك. قلت لكم لي احنا اللي يهمنا سي لا كاليفيكاسيون اي نون با الارجنتين. سون في با دير كون ندخل مع الارجنتين نلعب كيما هكذاك، لا ندير كل شيء ونكون قبيح معهم باش نسيي ندير المقابله تاعي. من بعد خسرنا، خسرت مع شامبيون دي موند، مع من خسرت كونترير يا با دونت اسا. ماهوش عيب كي تخسر مع الارجنتين بثلاثه، بارفوا عيب كيفاش تلعب، كيفاش خليتهم يسهلوا كلش، سهلت لهم كلش، هذا هو اللي العيب. نعم. وان شاء الله انا اللي يهمني سي لا كاليفيكاسيون ان شاء الله. اللي يهمك هو التاهل للدور القادم، وهذا هو الهدف الرئيسي وليس لقاء واحد. فوزي بوسوني، كيف يمكن للعناصر الوطنيه ان تنسى لقاء يمكن القول انه تاريخي، يعني تواجه الارجنتين، ما عادش تلاقى مع ميسي والارجنتين في كل مره. هل العناصر الوطنيه عليها باش تولي فوكس على لقاء الاردن بعد مرور تقريبا الان 3 ايام خلاص ما عادش تعاود تولي اللور، ممكن تعاود تولي بمشاهده اللقاء باش نستنتجوا الامور الايجابيه والامور السلبيه، ولو انه ما كانش فيه امور ايجابيه كثير، ولا كما قال علي الدور تاع الطاقم الفني مهم جدا في نسيان هذه المهزله؟ اولا نبدا على السؤال ديالك، كيفاش نفاسيو خساره كيما موديلا مع الارجنتين؟ جو بونس باللي كي تخسر ان ماتش بهذيك لا مانيير يفو توجور تلعب لو بروشان ماتش بلو رابيدمون باش تربحوا، اون فوا تربحوا باش تتهنم هذاك النفسي ولا مانيير كيفاش خسرناها كيما قال علي. مي لا ديسيبسيون توجور تكون كبيره بارابور لا مانيير كومون جوي اللي ديرونجات الشعب الجزائري ولا الناس اللي تحب كرة القدم ولا تحب المنتخب الجزائري. يعني تقدر تخسر ولكن ماشي بهذيك لا مانيير. الخساره والتعادل والرباح راهو في كرة القدم ولا في اي رياضه كاين، ولكن كيفاش لعبت وكيفاش خليت كيما يقول لك خليت السلاح تاعك ودخلت طونكيسي في الضرب وانت تستنى وما درت والو. هذيك الحاجه اللي غادتنا، سينو ماشي كي يربحك بطل العالم راح تغيدك للخساره، ولكن لا مانيير كيفاش خسرنا وكيفاش كنا باردين فوق الميدان والمدرب ما تحركش ساكنا، هذيك هي انا بيرسونالمون هي اللي قلقتني. كي كانش لا رياكسيون اللي جوار انا نشوفوهم باردين وما نوضش نسقى على لي جوار تاعي ونعاود نعطي لهم تعليمات. هذا ما كان واحد واضح. كتقنيه الاخضر عجال، كيف نتجاوز صدمه الارجنتين الان؟ هل حسب رايك انت كمدرب هل اللاعبين تجاوزوها ام مازال؟ تشعر من خلال الحصص التدريبيه والمعلومات اللي وصلتنا كرجال اعلام انه اللاعبين يسون باسي اوتر شوز في راسهم الان، راهم يخموا في مباراه سي طون ميو، راهم يخموا في مباراه الاردن. نشعر بانه فيه تلاحم وفيه نوع من الجديه اكثر. هل تعتبر انهم نساو لقاء الارجنتين ام مازال؟ نساو لا رضوان، انا نظن باللي فون با اوبليي، بار كونتر سا فاتر كيما يقول لك حافز ليهم. اليوم انا نتساءل كثير رضوان، انا من بين الناس اللي كنت نقول باللي هذا المدرب عنده حنكه تكتيكيه، باللي شفنا دي سيستم فليكسيبل. المباراه تاع الارجنتين اقسم بالله العظيم يعني بقيت حاير، وللان ماذا بيا يكونوا عندي معناتها اجوبه على عده اسئله. نعطيك مثلا تشكيله الفريق، انا من الواحد اللي شفيت لافي درت لك ان 5-4-1 5-3-2، يعني درت لك ان اكس افيك 3 ديفونسور. تقريبا هذه الاسماء كل الناس كانت طالب بحاج موسى اساسي، الطالب ربما لما لا عوده بن سبعيلي بسبب التجربه، لا بوداوي وبن طالب، يعني الاسماء هذه انا مش ابريكو سي لوجيك. الناس كانت تقول لك على ما لعبش تموره، على ما لعبش محرز، على ما لعب. انا مش فقط تشكيله، انا تهضر على السيستم، انا نهضر على لو بلون جو.
باسكو انا كي شفتو دخل الند بالند مع راك داخل الدوره وراك تلعب مع كاس العالم مع بطل العالم. دوك انت كيفاش تدخل تلعب بالند بالند؟ تكلمنا واش قلنا؟ انا من واحد اللي قلت يفو با فير ماركاج انديفيديوال ا ميسي، بار كونتر لازم نغلقوا عليه كاع المسارات تاع الكره باش ما تلحقوش. يعني بقيت نتساءل، وكي شفت بن سبعيني وبوداوي وشفت قويري في التشكيله قلت اذا كان هاد الناس كانوا بليسي ودخلهم ديريكت بن ناصر اللي غوفوني كان ولا ديجا. دوك الا انت عندك هذا باسكو ديفاع بالك كي تتكلم على تحليل الفريق تحلل ثانيك المدرب. الخصوم اليوم حتى في المستوى العالي يحلل المدرب كيفاش يخمم كيفاش، فهمتني؟